مشاهدينا على الهواء مباشرة وكلاكات، والنهاردة هنتكلم عن فيلم سوق الجمعة، وهو فيلم روائي قصير من إخراج محمد الميهي. ومعانا في حلقة النهاردة سيناريست الفيلم الأستاذ محمد الطيب. أهلا بيك يا أستاذ محمد. ومعنا مشاهدينا أيضا الممثل الأستاذ خالد عبد السلام. مساء الخير يا أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا بحضرتك. الحقيقة فيلم روائي قصير سوق الجمعة. اختيار هذا الفيلم، اختيار سوق الجمعة، انحيازكم لهذا السيناريو، انحياز حضرتك لتمثيل السيناريو ده، وانحياز حضرتك يا أستاذ محمد لكتابة هذا العمل. يا ريت تكلمونا أكتر عن سيناريو الفيلم ودور حضرتك فيه يا أستاذ خالد. والله هو بداية يعني أنا والأستاذ محمد الميهي كنا عايزين نعمل حاجة عن اللي هو المخرج. الأستاذ محمد المخرج. كنا عايزين نعمل حاجة عن حال البلد في الوقت ده، لأن الدنيا كانت ضايعة يعني. هو كان امتى توقيت توقيتا كان يعني آخر 2012 بداية 2013 بالظبط، يعني احنا حضرنا كتير، فكانت مصر بلا هوية ساعتها يعني. بلد تقصد وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين؟ لا قبل جماعة الإخوان، وقبل ويعني في الفترة اللي كان ماسكها المجلس العسكري. تمام. فكانت الدنيا برضو مش مظبوطة، واحنا مش عارفين احنا كنا في مرحلة انتقالية تقصد. كنا في مرحلة انتقالية. نعم. فاحنا تصورنا حاجة نعملها مثلا زي الأستاذ حسين كمال، حاجة زي فيلم شيء من الخوف. ما خدناش، ما رضناش نتكلم على الميدان، وما رضناش نتكلم على في بقى مؤيد وفي معارض وفي حاجات كتير قوي. فقلنا ناخد برؤية تانية خالص. في حدوته جميله كده بتتحكي في الهند انا بحبها. هم جابوا فيل قدام 10 من الهند، فقالوا لكل واحد فيهم يعني انت شايف ايه؟ اللي قال انا شايف زلومه كبيره، اللي قال انا شايف عينين ضيقه، شايف مراخير صغيره، حاجات كده يعني. فالمهم واحد في الاخر خالص قال انا شايف فيل. احنا كتبنا الفيلم من المنظور، يعني الفيلم اتكتب ان كل واحد هيشوفه برؤيته، بس احنا عاملين فيلم سياسي من اول مشهد لاخر مشهد. تمام. طيب ايه علاقه سوق الجمعه بالفيلم، سواء حضرتك تقدر ترد علينا او الاستاذ خالد يقول لنا عن دوره؟ البلد يعني، بس توضيحا بس لحته سوق الجمعه دي. البلد كانت ساعتها زي السوق. كل حاجه بتتعمل فيه. يعني يكاد يكون ان البلد كانت ساعتها بتتباع وتشترى في نفس التوقيت. احنا مش عارفين مين ومين اللي هيشتري ومين اللي هيسيطر، والفساد. اي حد عايز حاجه في البلد بيعملها. حاجات يعني ايه، حتى باسم الدين. يعني قبل حتى حكم الاخوان، قبل حاجه كده كان كل حد عايز يعمل حاجه مش كويسه او كويسه في البلد كان بيعملها في الفتره دي. كانت فتره فيها شيء من السيوله، فيها شيء من الضبابيه، شأن كل المراحل الانتقاليه تقصد. بالظبط كده. طيب دور حضرتك في الفيلم بقى يا استاذ خالد عباره عن ايه؟ هو بدايه تجربه الافلام الروايه القصيره اصلا تجربه يعني انا بعتبرها ثريه جدا، لان انت لما تعمل احداث دراميه عباره عن مقدمه ووسط ونهايه، يعني عمل درامي فيه كل عناصر الدراما في ربع ساعه او في ثلث ساعه، فدي حاجه مميزه جدا. يعني اولا تخليص المشاهد من الرتابه ومن المط اللي احنا بنشوفه في المسلسلات الطويله اللي بتتكرر فيها الاحداث وكده. ثانيا انها بتبقى افراز لمواهب حقيقيه. التجربه بالنسبه لي الحقيقه يعني انا فرحان بها جدا، وهي مش اول فيلم روايه قصيره اعمله، انا عملت تجربه مشابهه قبل كده. وبتمنى الفيلم ده يتحول لفيلم روائي طويل، لان الاحداث بتاعته احداث مش سايكو دراما، ومش المعتاد بتاع الافلام الروائيه القصيره. بالعكس هي بتدور الاحداث في اطار واقعي جدا في قلب سوق الجمعه. وعايز اقول لحضرتك احنا صورنا في قلب سوق الجمعه نفسه بالفعل، وما ادراك ما سوق الجمعه. يعني مش ميدان التحرير مثلا. لا انا فكرت ان انتوا عاملينها كنوع من انواع الاسقاط. لا احنا رحنا سوق الجمعه صورنا هناك. يعني احنا رحنا صورنا في وسط البياعين وفي وسط اللوكيشن الحي بتاع سوق الجمعه يعني. وهو اساسا احنا برضو الاسقاط بتاع الفيلم ان احنا عايشين في سوق اصلا. يعني السوق فيه كل يعني بما فيه من بيع وصدق وكذب وتوهان وفساد وناس بتوه، ولدرجه ان في مشهد حلو قوي يا طيب لما عملوا خدعه ان هم عملوا واحد ميت وبيصلوا عليه الجنازه، وجي واحد قال لا يا مولانا ما تصليش الجنازه، ده الراجل ده عليه ليا فلوس وانا مش مسامحه. فقعدوا يلموا من المسجد، يلموا فلوس للراجل، وقالوا كده يا عم انت ارتضيت؟ قال له اوكي خلاص. المهم لما جم يدفنوا الميت ما لقوش ليه اهل معاه ولا حاجه، بيفتحوا لقوه فيه طوب
نصب. لما جت الست بقى وهي بتدور على بنتها بجد ما حدش صدقها. فهنا يعني انا شايف اختلاط الصدق بالكذب خلى الناس حتى ما بتصدقش الصادق. يعني الصادق بيتظلم في الوقت اللي بيسود فيه اللي بيسود فيه الكذب. ويعني دي فدي برضو احدى الرسائل اللي في الفيلم. ورسائل الفيلم فيه رسائل طويله جدا. وبالنسبه لدوري انا مبسوط ان انا يعني قدمت شكل جديد بالنسبه لي كممثل. يعني عملت دور يعني شكل البطل الشعبي اللي متناغم مع جو السوق وجو البياعين. حتى عايز اقول لحضرتك اللبس بتاع الفيلم ده انا اشتريته من سوق الجمعه يوم التصوير اساسا. يعني انا كان معايا لبس معين لما نزلت السوق كانوا بيصوروا مشهد قبل مني انا مش فيه، قعدت الف في السوق لحد ما اخترت اللبس ده ان هو يتناغم مع جو الدور والجو الاتموسفير بتاع السوق كله يعني. تمام. اذا هو فيلم دراما في اسقاطات سياسيه واجتماعيه وانسانيه زي ما حضرتك قلت. عشان كده انت ما صورتش في اي ميدان من الميادين، انت قصدك ان سوق الجمعه ده بيعكس حال المجتمع كله او الوطن كله في هذه المرحله الانتقاليه او الحرجه. تمام. هو حضرتك انا عايز بس اضيف حاجه جديده قوي كده ما قلتهاش في لقاءات قبل كده. مخاطره فيلم سوق الجمعه. تمام. احنا كلنا بدايه من السيناريو، بدايه من الاداء التمثيلي، واستاذ خالد موجود. يعني خالد عمل دور هو مختلف يعني عن اللي هو مثلا عمله قبل كده. الحمد لله. كلام سليم. بدايه من الاخراج، احنا كنا لسه في قاعه الحضاره في الاوبرا، كنا عاملين عرض الكلام ده من يومين بالظبط. فالسؤال اللي انا كنت مستنيه في قلب المهرجانات، يا جماعه انتوا ازاي صورتوا هنا؟ فحد من مديرين الانتاج بيكلمنا وبيسالنا بيقول انا صورت مشهدين ومش في سوق الجمعه. لا ده انا صورت بره. احنا كمان صورنا يا محمد في وقت الفراغ الامني اصلا، يعني ما كانش فيه اي تامين من اي نوع بالظبط وسط كل فالمهم طبعا ده كل مشهد حضرتك عارفه ان اي تمثيل في اي مكان لازم اللوكيشن يبقى هادي جدا، يبقى متوفر فيه حاجات كتير قوي. لكن اظن بقى في وسط الناس احنا عملنا حاجه جديده جدا في الفيلم، ودي تحسب للي بيمثلوا وتحسب للمخرج. كلام سليم. ان الممثلين خلوا الناس الجماهير اللي موجوده والناس يمثلوا معانا في الفيلم. حصل. كلام سليم. يعني احنا بقينا نخبي الكاميرا ونخلي امل عبد الله الممثله الجميله ان هي تمشي وتنادي على بنتها. كلام سليم. فالناس تشاركها. يعني انا يعني عايز اقول يا جماعه هم دول مصر، يعني دول من خلال فيلم. يعني كنا بنمثل في وسط البياعين والناس بتدور. وكان في معاكم فنانين تلقائيين اذا. طبعا احنا يعني سوق الجمعه كله حضرتك بقى اعتبريه مسرح، اعتبريه اي. بس ده بشكل مرتب مسبقا ولا كان وليد اللحظه؟ لا حضرتك احنا تعبنا جدا. يعني انا الحقيقه انا اسمح لي انا كنت هاكل علقه جامده الحقيقه يعني واحنا بنصور في مشاهد وانا بمشي بدور فيها على الراجل اللي خطف البنت عشان انتقم منه وحاجه كده. فبمشي بدور في السوق فقلت له يا ميهي ايه رايك ما تاخدني كده وانا بتحرك مع البياعين بشكل طبيعي من غير ما يحس انه في كاميرا وبتاع. قال لي اوكي نجرب. فبقيت ادخل على البياع اكني بشتري منه واكلمه. طبعا الكاميرا جايه بعيد مش سامع الكلام. هو مش واخد باله انه في كاميرا وطبيعي ما فيش حوار. يعني المشهد صوره بس مش صوت يعني. فلحد ما جه واحد من البياعين بص لمح الكاميرا وانا بتكلم معاه قال لي انت بتعمل ايه يا بيه؟ قلت له لا ده احنا. قال لي انت بتصورني ليه؟ يعني هو بس عمل كده بقى في يعني 3000 واحد اتلموا من صحابه والحمد لله ربنا ستر. كان في مشاهد ارتجاليه؟ لا ما كله ملتزم. لا ده انا الكلام ده انا منبه على كل الممثلين اللي موجودين في الفيلم، والكلام ده برضو بالاتفاق مع ميهي. كلام سليم. الكلام اللي يتكتب حتى لفظيا يعني يتقال، لان طبعا انا عامل لغه للسوق لغه الشارع. فما ينفعش حد هيخبط فيكي فهتقولي له مثلا سوري او هتقولي له يعني حاجه. فهو مثلا خالد بيخبط في حد ولا مش عارف ايه ما تفتحي يا ست ما تعمل. يعني لازم حتى الكلام بس ده مش بشكل ارتجالي. قصدي انه كان كله في السيناريو. كله. لا كله ملتزم. ما كانش في ارتجالات للممثلين. لا ما ينفعش في ارتجال في ردود الافعال اللحظيه. يعني انت قلت اصل كان في فنانين تلقائيين مثلا من السوق نفسه ممكن يظهروا في المشاهد، فاكيد دول كانوا بيرتجلوا. حضرتك اجمل حاجه كان يعني من ضمن الحاجات الجميله يعني كل الممثلين. يعني خالد بيقول لك انا اشتريت هدوم. في ممثل اسكندراني جميل اسمه احمد علي
جاي وعامل بشله في وشه وعامل دقن مش عارف مين. امل اللي انا يعني زي ما بيقولوا كده انا متخيلها على الورق فلقيتها قدامي، هي دي الام كلام سليم اللي بنتها بتضيع منها. يعني امل مودرن قوي، قلت لها لو جيتي سوق الجمعه كده فاحنا هنتقطع يعني هنتبهدل. كلام سليم. فقلت لها لا انا عايزه تيجي ست عاديه جدا تخشي نحس ان فعلا ان انت بنتك اللي اتخطفت. كلام سليم. وانت ست من منطقه شعبيه. تمام. تعالوا نشوف بقى جزء من الفيلم، يعني احنا قاعدين بنتكلم عنه، لكن يعني لما نشوف رأي العين ونشوف مع الساده المشاهدين جزء من فيلم سوق الجمعه، ونرجع مشاهدينا بعد الفاصل عشان نكمل حوارنا. يا امل رحت فين يا امل؟ يا لهوي انت بنت صغيره ماشيه كده. والنبي يا حاجه اللي ربنا يخليك يا امل. امل يا بلدنا معنا بالشهر والليل قهرك سيئنا حتى البشر بتباع. يا وطن بيسوق واخدنا بالمشاع مش باقي ليه السوق بعد الطلاق لو ضاع. احنا شفنا مشاهدينا جزء من الفيلم، ونكمل حوارنا مع السيناريست والممثل. الحقيقه انا مش عارفه لانه المخرج مش معانا ولا مدير التصوير، انتوا صورتوا بكاميرا واحده ولا كان في اكتر من كاميرا لتصوير الفيلم؟ كاميرا واحده. طب ده كان صعب بقى؟ طبعا الاسئله دي يمكن تقنيه اكتر للمخرج، لكن انت حتى كممثل، حضرتك كسيناريست، كنت حاسس ان انت محتاج اكتر من كاميرا، محتاجين انتاج ضخم، لان تقريبا الفيلم برضو انتاج المخرج. ايوه. حضرتك اولا طبعا الكاميرا الواحده دي كويس ان هي كاميرا واحده على فكره. يعني اولا ما ينفعش في اللوكيشن ده في المكان ده يبقى فيه كاميرات. احنا كنا بنخبي لو في كرين بنخبيه، الشريو بنخبيه، يعني حضرتك مش متخيله الصعوبه. فاحنا كمان عشان ندي مصداقيه زي ما قال خالد، يعني احنا كنا بنخبي الكاميرا، وخالد مثلا عمل حاجه، خالد بيمثل مسرح يعني وبيعمل حاجات كويسه، فتعامل مع الناس كانه حد مش بيصور، يسالهم يدور مش عارف ايه. امل عملت نفس الموضوع، لازم اتصاحب عليهم والا كلام سليم. زائد طبعا الجو العام، احنا كمان احنا بنصور في تراب مقابر، وفي برضو بلطجي. بقول لحضرتك البلد ساعتها الامور كلها متداخله ببعض، فاي حاجه ممكن تحصل، واي حد فعلا زي ما بيقولوا كده يحصل له مشكله كبيره ومالوش ديه، يعني ممكن يتقتل مثلا كده. فكان في برضو قلق. فلو احنا عملنا بقى 3 كاميرات او 4 كاميرات، واظن بقى ده برضو تعب على المخرج، ان احنا بناخد الزوايا من هنا وبناخد الزوايا من هنا، وهو تعب بقى في المونتاج. هي كانت مغامره بكل المقاييس، يعني نصور في جو بالشكل ده مغامره. وبعدين طب والاغنيه بقى المصحوبه، انت كاتب كلمات الاغنيه مثلا استاذ لا انا محمد مش كاتب، ولا؟ لان شفنا الاغنيه دي متغنيه مخصوص للفيلم يعني. لا كل حاجه متوظفه دراميا مظبوط. مين بقى كاتب كلمات الاغنيه؟ مين اللي غنتها؟ في اسرار الجمال دي المطربه استاذ جمال زهران، اللي هو الملحن والمؤلف، حاجه كده يعني. تمام. طيب بالنسبه لدور حضرتك، يمكن احنا ما شفناش حضرتك في المشهد ده يا استاذ خالد، بس دورك كان يعني له علاقه بدور الاستاذه امل عبد الله، يعني يا ريت تكلمنا اكتر عن هو كل الادوار الحقيقه اللي كاتبها محمد الطيب فيها يعني واقعيه رمزيه. يعني هو حمزه اللي انا بعمله هو البطل المخلص اللي بيخلص البنت الطفله اللي هو ده دورك، دور حمزه. ده دور. والطفله في الفيلم برضو ممكن نقول عليها ان هي رمز للبراءه، رمز هي الامل للبلد، حتى اسمها امل. فهو دور المخلص الشعبي اللي طالع من وسط الناس، اللي هو اتظلم برضو، لان برضو الراجل اللي هو خطف البنت دي ظلمني قبل كده وخلاني اتحبست ظلم لفاء القضيه وكده يعني. يعني الدور في احساس البطوله واحساس التخليص واحساس وعلى مستوى الشكل فيه الشكل
اللي هو ولد بياع في السوق طالع من قلب البيئه بتاعت سوق الجمعه يعني. هو دور خالد في الفيلم تكمله يعني برضو الكلام، عشان يبقى انا كاتبه اللي هم شباب الثوره اللي هم نزلوا لحاجه معينه، كلام سليم، وبعد كده الموضوع اتقلب لحاجه تانية خالص. يعني هو رايح ياخد زي ما بيقولوا كده بحقه من الفساد اللي موجود في البلد، واكتشف ان هو بينقذ الامل بتاع البلد. بياخد حق ناس تانية. بياخد حق ناس تانية، بيجيب بقى حق البلد اللي هو ده. انا كاتب الموضوع بالشكل ده، كلام سليم. الامل ده احنا عاملينه رمز بنت صغيره، فالمفروض ان هي هتغتصب في المقابر. اللي هي الانقاذها حمزه. يعني بقى حاجه كده بقى مخلص. يعني خالد رايح يجيب حاجه في شكله هو وفي خياله. بعد كده الموضوع اتقلب لانقاذ بلد بقى، يعني انقاذ مصر او كده. تمام. طيب استاذ خالد، تيجي نشوف جزء من الفيلم اللي بيظهر فيه الاستاذ خالد عبد السلام علشان نتعرف اكتر على دوره ونرجع نكمل حوارنا مشاهدينا. البنت راحت فين؟ البنت راحت فين؟ انت في ايه؟ ما تفتحها ست انت على الصبح. انت ماشيه نايمه ولا تايهه ولا ايه حكايتك بالظبط؟ يا اخويا مش انا اللي تايهه، ده بنتي هي اللي تايهه. كنت بشتري لها حته فستان عشان العيد. بس احكي لي قصه بقى، وقولي لي بقى ليه مجرة القطر عشان اروح بلدنا والكلام ده. الله يخليك يا عماله مش ناقصاك. لا حول ولا قوه الا بالله، ماليش غيرك يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. حمزه يا صديقي، كفاره يا ابن عمي، انت خرجت ازاي؟ ده موال ازرق يا صاحبي وشرط طول. بقول لك ايه، الواد الزفت اللي اسمه اوبيس ده ما شفتوش في السوق النهارده؟ شويه شاي يا جمل لحمزه. اهدى بس ورسيني على الدور يمكن افيدك. الواد اوبيس ابن الشياطين لبسني بضاعه مسروقه. انا لما عرفت انك اتحبست قلت خلاص انت رحت النار، اصل ده عيل مؤذي بس ودم يسيل زي الشاي ده. ما هسيب امه الا لما اخليه يقول حق بريادتي، وسوق الجمعه كله هيشهد على كده وهتشوف. رجعنا لكم مشاهدينا وبنستكمل حوارنا، والحقيقه برضو المخرج مش معانا للاسف، بس اللقطات اللي كان مركز عليها حتى في المشاهد الاولانيه بيركز قوي على الوجوه، وشوش البشر. ده كان ليه دلاله حضرتك مرتاح لتنفيذ الفيلم بالشكل ده وفقا للسيناريو بتاعك؟ اكيد، لان الميهي عمل الموضوع ولسه حد يعني عز الدين سعيد طبعا مخرج كبير، فبيقول له كادراتك اقوى. يعني هو دايما معرفش ليه هم واخدين فكره عن الافلام الروائيه، مع انها دي اللي دلوقتي بقى ليها مقياس عالي جدا في المهرجانات العالميه، بتاخد جوائز هايله جدا، كلام سليم. وبنأدي سينما ملهاش اغراض زي ما بيقولوا كده، بنأدي سينما يعني عشان نعمل عمليه اشباع لينا. احنا مش متاثرين بقى بمنتج، ومش متاثرين بشباك، ومش متاثرين بحاجات كتير. بنقول يا جماعه في ناس في مصر بتعرف تكتب سيناريو، في ناس في مصر بتعرف تمثل كويس جدا، في ناس في مصر بتعرف تخرج كويس قوي. طبعا المي عمل حاجات هايله جدا في كل المشاهد. يعني كل مشهد احنا مفصلينه ان هو واخد كادرات وشطات بطريقه معينه عشان يظهر ده، يعني يظهر ده للناس اللي هي بره، سواء جمهور او نقاد ومتخصصين في السينما. تمام. طيب هل حضرتك في السيناريو كنت حابب ان انت تطرح اكتر من قضيه، ولا بس فكره الاسقاط على الشأن العام او الوضع العام في البلد؟ بمعنى يعني نقدر نقول انه الفيلم مثلا له علاقه بالعشوائيات، هل حبيت ان انت مثلا تشير لازمه العشوائيات في مصر وما يحدث فيها؟ يعني انا هقول لحضرتك، يعني السينما مش مشكلتها تحل المشاكل طبعا، هي طرح المساله. تمام. او طرح المشاكل يعني عامه. فحضرتك انا قلت في اول بدايه حديثي معاكي اني انا كاتب الفيلم اللي يشوفه بزاويته برؤيته. حضرتك عايزه تقولي ان انا بتكلم على اطفال الشوارع اللي موجودين، فماشي. حضرتك عايزه تقولي ان انا بتكلم على مشاكل البلطجه والبتاع، ماشي. النصب والاحتيال، ماشي. بتكلم على مصر، ماشي.
فيعني دي برضو حرفيه في الكتابه وفي طريقه التناول وفي الاخراج، اداء يعني قصدك ان ليه قراءه مباشره وقراءه غير مباشره غير طبعا. مباشرة. طبعا طبعا. طب موضوع برضو سرقه الاطفال، استخدامهم بعد كده مثلا في اعمال زي التسول او السرقه او استغلالهم هم جسديا، يعني فكره برضو يعني يمكن ده من قضايا اللي طرحها الفيلم واشار اليها. قد ايه التعبير عن ده كان مهم من وجهه نظرك؟ والله انا عندي حل يعني رائع جدا لحكايه الاطفال دي. الفن في حد ذاته، ارسطو لما نظر الفن الدراما عند الاغريق قال ان الدراما الغرض منها التطهير، تطهير النفس الانسانيه. فلو تم الالتفات الى ان الفن شيء مهذب وشيء مربي وشيء يرتقي بالنفس الانسانيه، وطبقنا ده على الاطفال بتوعنا، واداه من ادوات التغيير الاجتماعي كمان بشكل تراكمي والارتقاء. يعني عايز اقول لحضرتك اللي عنده حس فني مش هيكسر اشاره وهو ماشي في الشارع. اللي عنده حس فني مش هيبص لحد بتجهم في وشه. يعني فاهمه؟ لو ربينا الطفل على انه يقرا قصيده شعر، على انه يمارس هوايه في المدرسه، لو رجع المسرح المدرسي زي ما كان زمان، صدقيني الشخصيه هتختلف. ولذلك انا بحيي التجربه العظيمه اللي عملها المايسترو سليم سحاب، اللي هو لما الاطفال دول وعمل بيهم حاله فن جميله جدا. صحيح. لان الطفل بيلاقي ذاته، طالما حقق ذاته في حاجه محترمه، عمره ما ميوله هتتجه لميول عدوانيه ولا هيكره المجتمع ولا كده. يعني في حاجه اسف استاذ خالد، حضرها كده ان شاء الله هتبقى حاجه سيناريو جديد يعني؟ لا مش سيناريو جديد، هو موضوع جديد خالص. مع الاستاذ عصام المصري. احنا بنعمل استعراض عالمي اسمه سلاسل ذهب، بنتكلم عن السلام والانسانيه في العالم، وفي دوله متقدمه جدا هتبقى الراعي الرسمي للكلام ده، اللي هو برضو يعني تكمله برضو الكلام الاستاذ خالد. الانسانيه والسلام وحاجات كده ومن خلال العالم، لان ملناش دعوه بالاديان، كل واحد علاقته بربنا سبحانه وتعالى هو حر فيها، كلام سليم. لكن بنتكلم على الانسانيه، ان مش بشريه تدمر بشريه، لا احنا عايزين كلنا كانسانيه، كبشر، كشعوب، كامم، نبقى في يعني اللغه اللي بنتكلم بيها هي لغه الانسان. ما هي لغه المشاعر، هي اللغه اللي بتتوحد فيها الشعوب كلها. تمام. طب ده كان اول سيناريو لحضرتك؟ لا حضرتك انا عامل فيلم الحارس، منال عبد اللطيف وايهاب فهمي وبرضه مهرجانات، وكان انتاج القنوات المتخصصه عندكم هنا في التلفزيون. روائي قصير ايضا؟ روائي قصير. تمام. في افلام برضه كانت مع برضه في المتخصصه، افلام عن فاتن حمامه، افلام تسجيليه. في الفيلم آلة الزمن، بس ده عشان قناه خاصه فمش مش هقوله يعني. طب استاذ خالد سريعا، طبعا ده مش اول دور لحضرتك، شاركت حضرتك في افلام قصيره قبل كده روائيه وفي مسلسلات دراميه. الحمد لله. تمام. طب تحب تقول ان شاء الله في الطريق باذن الله. انا عندي عمل ان شاء الله يعجب الناس، اللي هو اوراق التوت، ده اخراج الاستاذ هاني اسماعيل. وعندي مسلسل ايضا مسلسل مهم جدا، مسلسل دنيا جديده، انتاج قطاع الانتاج واخراج الاستاذ عصام شعبان. واتمنى ان شاء الله ان يبقوا خطوات كويسه بالنسبه لي الفتره الجايه باذن الله. وانا بشكركم شكرا جزيلا الاستاذ محمد الطيب السيناريست والاستاذ خالد عبد السلام الممثل، وبشكر الساده المشاهدين شكرا جزيلا. يوم الاحد من كل اسبوع معادكم مع كلاكيت على شاشه المصريه مشاهدينا، فانتظرونا.